سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ احسن ما جربت. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم حبيت نقول لكم رمضان كريم الكامل عليكم، ان شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحه والهنا، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وصفه اليوم ان شاء الله اخترت لكم تحليه بارده كريميه اكثر من رائعه. مقاديرها بسيطه وكالعاده كما وعدتكم ان شاء الله حنخير لكم غير الوصفات السهله السريعه اللي تقدروا تحضروها، ما تشش منكم كامل من الوقت، ومقاديرها يكونوا جد بسيطه. كما كنتوا تشوفوا البنات عشاق الليمون، هذه الوصفه راح تموتوا عليها، تجي كريميه خفيفه بزاف هايله. نتمنى منكم كامل تجربوها وتستمتعوا بها مع هذه الهارات، راهم شويه سخونين. نروحوا نديروها كيف كيف. هنا اول حاجه نبداو نحضروا في الطبقه الاولى. انا استعملت بسكوي بتي بوغ، يعني استعملوا اي نوعيه حبيتو، بيمو هذاك الاحمر كيما حبيتو. رحيتو ضفت له هنا حوالي 100 غرام تاع مارغرين، كنت ذوبتها وكانت بارده. على فكره البسكوي كان الوزن تاعو حوالي 200 غرام. درت علبه كامله رحيتها في رقيق، وبقيت نضيف لها هكا في المارغرين نبسس فيها عفوا، حتى نحسوا بها اللي ترملت لنا كامل كما راكم تلاحظوا في اللون تاعها. اليوم استعملت هذا القالب بشكل القلب هكا، درت له ورق الزبده، انا دائما نحب القالب ندير له ورق الزبده، وحطيت فيه كامل هذيك الطبقه تاع البسكوي اللي رحيته قلت لكم، وبسسته بلا مارغرين. هنا تبغوا تخيروا في الشكل تاع القالب، ديروا مدور، ديروا مستطيل، ديروا الشكل اللي حبيتوه. اليوم فقط انا اخترت لكم هذا الشكل تاع القلب. نجو نساووه كامل هكا باستعمال سباتشول ولا بيدك ولا بالملعقه عادي، ومن بعد نحكموا كاس ولا هكا غامكه كما استعملت انا كما حبيتوا، ولا ضغطي فقط بالملعقه، ونحاولوا نضغطوا عليه مليح حتى نحصلوا على طبقه تكون متماسكه باش تجينا حكمه روحها، مع ذلك نقطعوها نحطوها بجهه ونجو نحضروا الطبقه الثانيه. هنا في كسرونه نحطوا حبه بيض تكون كامله هايليك، نضيفوا عليها علبه تاع ياغورت، من الافضل نستعملوا الذوق تاع الليمون باش نبقاو دائما في نكهه الليمون، سينو الا ما عندكمش ديروا الفاني عادي. نزيدوا عليها علبه تاع فلان يكون بذوق الليمون، على بالي الشهر الكريم ان شاء الله كامل عندنا الفلان في الدار، ما كاش بيت جزائري ما يديرش الفلان. نحاولوا نغيروا فقط في طريقه التقديم تاع الفلان. نضيفوا عليهم مغرف كبيره مملوءه تاع لا مايزينا، وزوج مغارف تاع سكر كما كنت تلاحظوا. نضيفوا عليهم ثاني مبشور تاع ليمونه، كان انا من الليمون اللي استعملته كان الحجم تاعها صغير، وهاي ليك نبشروها كامل، ونحاولوا نديروا فقط الطبقه الصفراء، يعني ما نطيحوش هذيك الطبقه البيضاء باش ما تجيناش مره في الكريمه تاعنا. هنا في هذه المرحله نحكموا الفوي ونجو نخلطوا جيدا هذه المكونات. ما تقوليش انا ضفتي السكر بس لي وقته حلو والفلون حلو، لازم تضيفوا السكر بس ضربنا بيضه كامله وضفنا لا مايزينا، يعني هاد الصوالح يجوا صامتين بزاف، وصدقوني في الحلاوه تاعها تجيكم عادي. في الاخر بعد ما خلطناهم مليح هذوك المكونات نضيف لهم نص لتر تاع حليب تكون دافيه، ما تكونش بارده، لازم تسخنوها شويه، ونعاودوا ثاني نخلطوهم جيدا بارد في بارد بهذه الطريقه. كي تخلطوا لنا ندوها فوق فرن متوسط، نبقاو نخلطوا فيها حتى نحسوا بلي الكريمه تاعنا بدات تمسكنا شويه. هنا انا فقط ضفت لها في الاخير شويه تاع عطر الليمون، يعني صراحه من اجل اللون انا ضفته، نتوما تحبوا تستغنوا عليه استغنوا عليه عادي، انا حبيت يجيني هذاك اللون الاصفر تاع الليمون. وهي سخونه لهنا نعاود نرجعوا لهذاك القالب تاعنا اللي حضرنا فيه الطبقه الاولى، ونفرغوها مباشره فوق هذاك البسكوي كما قلت لاحظوا. هنا حكمت سباتول وحاولت نحبطها كما شوفوا القوام تاع الكريمه كيفاش يجي، تحسوا هذاك القوام الكريمي اللي مشي ثقيل ومشي طالق روحه، يجيكم بزاف هايل. انا صدقوني يعني الافراد العائله تاعي الزوج الكريم ولادي كامل عجبتهم، يعني تحليه منعشه. هنا خليتها بردت لي شويه فوق البلون طرافاي حوالي ربع ساعه ولا، ومن بعد دخلتها الفريجيدار، دخلوها الفريجيدار حوالي ساعتين 3 سوايع، يعني الوقت اللي تبرد لكم مليح. الا كنتم مزروبين ديروها في المجمد ساعه وهي وجدت لكم. وهاي ليك لهنا بعد ما خرجتها انا خليتها ساعتين من تحت في الفريجيدار برك. نحكمو سكين يكون هكا شويه رقيق، ونحاولوا نفوتوا كامل الاطراف تاع القالب تاعنا باش نحوها بكل سهوله وما تخسرناش. هنا حاولوا تستعملوا هذه الانواع تاع القالب اللي يجوا ينفتحوا باش تنحوها بكل سهوله. وهاي ليك البنات شوفوا كيفاش تحصلت على هذيك الطبقه تاع البسكوي مع الطبقه تاع الفلون، يعني صراحه حاجه بسيطه وذوقها في القمه. هاي ليك شوفوا معايا كيفاش جاتني طبقه رقيقه تاع البسكوي وتاع الفلون، يعني جات هايله. تقدروا تستغنوا على هذا الشكل، ديروا اي قالب واحد اخر لكن حاولوا ما تكبروش بزاف، يكون يعني في 20 سنتيمتر. للتزيين انا استعملت فقط هكا شرائح تاع الليمون، وكما نعرفوا الليمون يتمشى لنا بزاف
مع يعني الأوراق تاع النعناع برك باش نكاسو لا كولور هايليك. وفي الأخير كانت هذه هي التحلية اللي قسمتها معكم نهار اليوم. إن شاء الله يا ربي تكون نالت إعجابكم. تحلية بسيطة ولكن مذاقها أكثر من رائع. في الأخير مبقى لي غير نقول لكم البنات، إلا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تبخلوش عليا لي جيم والبارطاج بين حباباتكم. مرحبا بكم عندي كمان في الانستغرام، راني نتلقى بزاف رسائل وراني نقرا كامل تعليقاتكم وكامل طلباتكم راني مسجلتها عندي. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جايه. تهلاو لي في رواحكم. سلام.